أهلا بكم في أول حلقة من بودكاست زوم إن، والذي يسلط الضوء على اختلالات في الرياضة المغربية عموما وكرة القدم على الخصوص. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على نقاط مهمة أو دجاجات تبيض ذهبا، منها ما لم تستطع النوادي المغربية استغلالها بشكل جيد، وإذا ما فعلت ذلك مستقبلا سترتفع إيراداتها المالية كثيرا، ويجنبها ذلك بكائيات شح المداخيل. ومن جهة أخرى هناك دجاج أوروبي منحنا الذهب من حيث لا نحتسب. تحقق النوادي عبر العالم إيرادات كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك مبيعات التذاكر والسلع التجارية والرعاية وحقوق البث الإعلامي وبيع اللاعبين ورسوم الانخراط والتسجيل السنوي للأطفال في الأكاديميات، وشراكات تجارية مربحة مع علامات تجارية كبرى، وجوائز الفوز والمشاركة في المسابقات المحلية والخارجية. هذه الإيرادات تعززت في السنوات الأخيرة بمصدر دخل مهم أو بدجاجة سمينة قد تبيض ذهبا إذا ما عرفت الأندية المغربية كيف تستغلها. أصبحت أندية كرة القدم تحقق أرباحا كبيرة ومتنوعة من خلال تواجدها النشط على منصات التواصل الاجتماعي. فبرشلونة مثلا، الذي يعتبر أول نادي رياضي في العالم يتجاوز 20 مليون مشترك على اليوتيوب، يحقق أرباح أكثر من 281 ألف دولار شهريا من منصة اليوتيوب فقط، دون احتساب باقي منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي، بما في ذلك الإنستغرام والفيسبوك والتيك توك ومنصات أخرى، إذ يتوفر على إجمالي متابعين يتجاوز 337 مليون متابع ومشترك على كل منصاته. لذلك وجب على الفرق المغربية التي تشتكي ليلا ونهارا من شح الموارد المالية استغلال الدخل المباشر من الإعلانات، فلديها كل الإمكانيات لنشر محتوى جذاب مثل لقطات من التدريبات، مقابلات مع اللاعبين، وتحديات خلف الكواليس، بل حتى نشر أخبار وفيديوهات تدحض الإشاعات أو ما يسمى بالفيك نيوز، والتي تسيء وتضر كثيرا بالأندية، مما يجذب الملايين من المشاهدات. فلديها حقوق الملكية التي تسهل لها التفوق على التلفزيون والراديو والصحف المكتوبة والإلكترونية وباقي المنصات المشهورة، وتساعدها أيضا على جلب كم من هائل من المشاهدات يترجم مباشرة إلى إيرادات من الإعلانات التي تذيعها هذه المنصات. فبالرغم من حصول النوادي على المادة الخام والمحتوى الحصري الذي تبحث عنه كل وسائل الإعلام، إلا أنها لا تستثمره في تحقيق إيرادات، سواء من الدعاية للشركات التجارية أو اشتراكات جمهور النادي لمعرفة كل صغيرة وكبيرة أول بأول. فقد شرعت أندية كثيرة عبر العالم في تطبيق الاشتراك المدفوع مسبقا للحصول على محتوى حصري، مثل لقطات تدريبية خاصة، مقابلات مطولة، أو حتى بث مباشر لبعض الأحداث غير المنقولة تلفزيونيا. هذا النموذج الذي يشبه إلى حد كبير خدمات البث المدفوعة يمثل مصدر دخل جديد ومستدام، ويشجع الجماهير الأكثر تفاعلا على دفع مقابل بسيط شهريا أو سنويا للحصول على محتوى لا يمكنهم الحصول عليه في أي مكان آخر. فالتيك توك مثلا يعتبر منصة جيدة للربح، خاصة بين فئة الشباب. فلماذا لا تستفيد الأندية من هذه الدجاجة بإنشاء محتوى قصير ومسلي يعتمد على التحديات والرقصات واللقطات الكوميدية، والتي تنتشر بسرعة هائلة؟ هذا الانتشار يولد ملايين المشاهدات، وبالتالي إيرادات من الإعلانات، بالإضافة إلى بناء قاعدة جماهيرية جديدة من فئة الشباب التي قد لا تتابع كرة القدم بالطرق التقليدية. دجاجة أخرى يضيع بيضها الذهبي على العديد من أندية كرة القدم المغربية، خاصة الكبيرة منها، والتي تمتلك أكاديميات ومراكز تكوين ضخمة تضم مئات اللاعبين في مختلف الفئات العمرية الصغيرة.
يتم استثمار موارد هائلة في هذه الفئات، من بنى تحتية متطورة إلى أطقم تدريبية متخصصة بهدف صقل المواهب وتكوين جيل جديد من اللاعبين. ومع ذلك يظل التحدي الأكبر هو عدم تصعيد هؤلاء اللاعبين الشباب إلى الفريق الأول. فلا يعقل أن من بين المئات من هذه الفئة لم يصلح 3 أو 4 لاعبين سنويا للعب في الفريق الأول، مع العلم أن قبول اللاعبين عند التسجيل يخضع لمعايير صارمة كالمؤهلات البدنية والتقنية للاعبين المرشحين لدخول النادي، وإمكانية وصولهم للفريق الأول في أقرب وقت. فبينما يطمح المئات منهم للوصول إلى قمة الهرم، يجدون أنفسهم في الغالب أمام أبواب مغلقة، ربما بسبب عوامل مثل باك صاحبي أو دفع مقابل اللعب للفريق الأول، أو كما يقول المثل دهن السير يسير، حيث يتم تفضيل اللاعبين ذوي التجربة والجاهزين سواء من داخل المغرب أو من خارجه. هذه الظاهرة تثير تساؤلات حول فعالية سياسة التكوين، وتطرح إشكالية ضياع المواهب الشابة التي قد تضطر للبحث عن فرص أخرى خارج أنديتها الأم أو حتى خارج المغرب، وقد تعتزل الرياضة في سن مبكرة، والله أعلم كم ضاع منهم. هناك أيضا دجاجة سمينة أخرى يضيع بيضها الذهبي على الفرق، يتمثل ذلك في تقليد منتجاتها وهويتها البصرية، حيث تفقد النوادي إيرادات كبيرة كان من الممكن أن تدخل لخزينتها عبر بيع القمصان والشورتات الأصلية والوشاحات والبدل الرياضية والكثير من المنتجات التي تحمل شعار النادي، مما يؤدي إلى تآكل قيمة العلامة التجارية للنادي، ويضعف منها من ولاء الجماهير التي قد لا تميز بين المنتج الأصلي والمقلد. ويبدو أن عجز إدارات النوادي على التصدي لظاهرة التقليد يقلل من فرص جاذبية النادي للمستثمرين والرعاة الذين يبحثون عن علامات تجارية قوية ومحمية. وبكل صراحة فشلت كل النوادي في ردع ظاهرة التقليد، تماما كما فشلت في ذلك كبريات الماركات العالمية في بلادنا، رغم وجود محلات خاصة لبعض النوادي التي لا يسدد مدخولها الشهري سومة كراء المحل. الدجاج الوحيد الذي نستغل بيضه هو ذاك القادم من أوروبا، الذي تكون وتم صقله بعيدا عنا. فالإنجازات التي حققها المنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي ومنتخب أقل من 17 سنة ومنتخب كرة الصالات والمنتخب النسوي لكرة الصالات كانت بفضل الطيور المهاجرة. أما دجاجنا البلدي فهو مصاب بمرض الماريك. الماريك هو فيروس يصيب الدجاج بالشلل. دمتم في رعاية الله، وإلى حلقة أخرى من بودكاست زوم إن.